السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد علاء، وفيديو النهارده هكلمكم عن رحلتي في تعلم الجيم ديفلوبمنت وايه اخر حاجه انا وصلت ليها. طيب مبدئيا انا طالب في كليه الحاسبات والمعلومات جامعه المنصوره، وزي اي طالب كليه حاسبات ومعلومات لازم بتختار تراك انك تكمل فيه بجانب الكليه عشان الكليه بس بتديك الاساسيات. وطبعا زي ما انتم عارفين ان انا ليا في الفوتو مانيبيوليشن والديزاينز والفيديو اديتنج، فطبعا كنت متحيز اكتر للمجال الكرييتيف في كليه الحاسبات والمعلومات، فده اللي خلاني ان اجرب تراك اليو اي يو اكس. قعدت في تراك اليو اي يو اكس حوالي مثلا 3 شهور، خلصت منه اليو اي وكان فاضل لي اليو اكس، ولكن وانا في نص التراك كده قلت لنفسي انا مش شايف نفسي كيو اي يو اكس ديزاينر صراحه، يعني لان انا كنت داخل كليه حاسبات ومعلومات عشان هدف واحد بس، هو ان انا اعمل العاب. بس برضو كواحد، يعني انا حاليا في سنه تانية، ساعتها كنت في سنه اولى، كشاب لسه في سنه اولى انا مش عارف لسه ابدا منين في المجال، وطبعا التراك صعب وفي حاجات كتير وانت محتاج منتور يكون بيراقب عليك عشان ينصحك مثلا ويقول لك تبدا منين وكده. ولكن للاسف انا ما لقيتش الكلام ده وانا في سنه اولى. بس طبعا بعد ما دخلت التيمات التطوعيه اللي انا قلت لكم عليها قابلت صديق عزيز عليا جدا، هو جيم ديفلوبر محترف ما شاء الله. فاتكلمت معاه وقال لي ونصحني وقال لي واداني ريسورسز اللي انا هبدا منها وكده. هو نصحني ان انا اشترك في تيم تطوعي في كليه هندسه بيتيحوا ريسورسز لتعلم الجيم ديفلوبمنت، وطبعا ده كله تحت اشراف منتور شاطر جدا، وبفضل ربنا ثم المنتور انا وصلت لمرحله كويسه جدا في تراك الجيم ديفلوبمنت في وقت قليل جدا. فالنهارده انا جاي اشارك معاكم الانجازات اللي انا حققتها الحمد لله. مبدئيا عايز اتكلم معاكم في كام حاجه. بالنسبه ليونيتي بيستخدم لغه سي شارب، فطبعا قبل ما نبدا كان لازم ان انا اذاكر البلاي ليست بتاعت براكز للسي شارب. فطبعا بعد ما خلصتها بدانا ان احنا نعمل اللعبه بتاعت براكز، اللي هو اول توتوريال معظم الناس بتشوفه للجيم ديفلوبمنت، هو ازاي ان انت تعمل لعبه اندلس رانر. بس الهدف من اللعبه دي طبعا احنا خدناها كتاسك. الهدف من التاسك هنا مش ان انت تعمل اللعبه بس، لان هي اللعبه يعتبر سهله. الهدف منه بقى هو يعني التركايه كانت ايه، ان انت تعمل اللعبه اندلس فعلا. وطبعا ده كان هيستخدم حاجات بالبروسيدورال جنريشن وحاجات انا مش عايز اتعمق فيها في الفيديو ده، ممكن في فيديو بعدين بقول لكم عليها. ولكن هو الحمد لله انا عرفت ان انا اعمل اللعبه دي اندلس. وزي ما انتم شايفين دلوقتي الليفل لا نهائي ما بيخلصش، هو انت عندك سكور كاونتر بيكمل بس لحد ما لا نهائي، لحد ما انت تموت او تزهق. فبس ده كان اول تاسك لينا. تاني تاسك عملناه هو لعبه 2 دي بلاتفورم. ال 2 دي بلاتفورم يعني مثلا العاب زي ماريو مثلا، اكيد انتوا عارفينها. التوتوريال ده فادني في حاجات زي ازاي ان انا احط باك جراوند ميوزك، ازاي ان انا احط ساوند افكتس، الموفمنت بتاعت الكاركتر 2 دي لان احنا اول لعبه عملناها كانت 3 دي. فطبعا فادني جدا، وزي ما انتوا شايفين دلوقتي دي اللعبه. والحمد لله انا كنت شاركت في اخر جلوبال جيم جام اتعملت في مصر، وهي اللي اتعملت في مبنى الاي تي اي في القريه الذكيه. الجيم جام بيكون عباره عن 3 ايام. اول يوم بيجيبوا لك سبيكرز بروفيشنال جدا في المجال، سواء بقى سي اي اوز او جيم ارتستس او جيم بروجرامرز وهكذا، وبيكلموك عن المجال والتطورات اللي بتحصل فيه في الوطن العربي. وده طبعا حاجه خلتني يعني اللي هو ايه، فرحان جدا ان انا خلاص مكمل في تراك زي كده، وحاجه بتديني امل ان هو ايه. يعني عاده انت لما بتقول لاي حد ان انت بتذاكر جيم ديفلوبمنت بيقول لك ده ملوش شغل. يعني انت عرفت منين؟ هل انت دخلت جوه سوق العمل مثلا وليك خبره في المجال ده، ولا انت بتقول كده وبس عشان مجرد كلام انت سمعته قبل كده؟ فطبعا انا لما رحت الايفنت ده وسمعت الناس اللي هي البروفيشنال دي بتتكلم، لا يعني الواحد خد بوست جامد ان هو يكمل في التراك وكده. فباذن الله التراك يعني يكبر في الوطن العربي بشكل هايل، هيكبر يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه. فنرجع بقى للجيم جام. تاني يومين بقى، تاني 48 ساعه انت بتعمل لعبه من الصفر. الارت والميكانيك والجيم بلاي بتعملها، بس بيكون متحدد لك الثيم عشان يكون في واحده بس. وطبعا بيكونوا عاملين زي تشالنجز كده لو انت عملتها، يعني مثلا ان انت تعمل الجيم ارت بتاعك كله في مايكروسوفت بينت، وده حاجه يعني اللي هو لو حد عملها يبقى ما شاء الله ليفل التنين. بس ما علينا. طبعا هي 48 ساعه مده قصيره جدا، وبالذات لما تفتكر ان انا وصديقي اللي كنا شاركنا في الجيم جام دي لسه بادئين في يونيتي وهكذا. فاحنا للاسف ما قدرناش ان احنا نخلص اللعبه في 48 ساعه. هي لعبه 2 دي بلاتفورمر، لكن الميكانيك اللي فيها كويس جدا. انا طبعا مش هحرق لكم الميكانيك بتاعه اللعبه، اول ما اخلصها هعمل عليها فيديو انزلها على الشانل باذن الله. وبس يعني ممكن ابدا ان انا اختم الفيديو من هنا. واختم بايه؟ اختم ان انا اقول لك اياك ان انت تخاف ان انت تجرب حاجه جديده، لان انت صدقني انت لو خفت ان انت وما كسرتش الخوف ان انت تجرب حاجه جديده you will miss out on something great. فانت دوس على نفسك كده وجرب حاجات جديده كل يوم. فبس كده يعني، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش تشيروا الفيديو في كل مكان، واللايك والسبسكرايب، وتقولوا لي رايكم ايه في الالعاب في الكومنتس. وبس
السلام عليكم.